في البداية الفارس الحاضر، الفارس من الفروسية أيضا، نرحب فيك، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا والله أبو حاتم، والله الشرف لي أنا موجود عندكم ونتشرف فيكم صراحة. الله يشرف مقدارك. في البداية يا فارس ودنا تعرفنا على نفسك. أول شيء أنا فارس حاضر، طبعا طالب جامعي، عمري 20 سنة، إنسان عادي. الفروسية كيفها معك؟ الفروسية بداياتي، يعني الفروسية نعم. إيه بداياتي تقدر تقول زي الصدفة. إعلان الوالد الله يطول بعمره جاء سألني قال لي ايش رايكم تروح تركب؟ قلت والله ما عندي مشكلة، ورحنا لاسطبل فبدأت أركب معهم حبة حبة من ثاني متوسط، والحين الحمد لله انطلقنا. ليش دخلت هذا المجال؟ فروسية يعني في عمر بن الخطاب، ما أدري إذا صح، اللي يقول الخيل معقود بنواصيها الخير. النبي صلى الله عليه وسلم حديث نعم. الله الله. فيعني الخيل ما يحتاج أحد يقول ليش أنت تحب الخيل أو. هل كان لاسمك علاقة أنك فارس والفارس، هل كل واحد له اسم من اسمه نصيب؟ الوالد طبعا يحب الخيل، هذا شيء ثاني، فالاسم من حب الوالد للخيل، وجدتي الله يرحمها سمتني بفارس، فيعني ما والصدفة هي جت كذا، زي ما قلت لك الآن جريدة صدفت. طيب احنا نبغى نسلط الضوء على الفروسية عندنا. كيف وضعها؟ فيه اسطبلات، فيه خدمات، ايش المرفقات، المرافق، يعني كيف؟ حدثنا عن الفروسية. موجود في اسطبلات كثير موجودة في السعودية، في اسطبلات مدارس تعليم مبتدئين، يعني ناس تبغى تبدأ تدخل الاسطبل هذا يسمى مدرسة. في اسطبلات يعني خاصة، انت عندك حصان تبغى تحطه في الاسطبل هذا، تقدر تروح تحط حصانك وتشارك وتركب. وفي مجالات كثير للخيل الفروسية، في قفز الحواجز، وفيه السباق، فيه تحمل، في أكثر من مجال. يعني وش عطنا، يعني عرفنا وش ذا عن ذا. قفز الحواجز زي الميدان، في أكثر من حاجز، لازم تقطعها، تخلص الحواجز هذه بمسار معين، تخلصها بأسرع زمن وبأقل أخطاء، فأسرع زمن وأقل أخطاء يأخذ الأول. طبعا في السباق هذا شيء ثاني، لها خيل خاصة، والقفز له خيل خاصة، فالسباق أسرع واحد هو اللي يفوز. والتحمل كذلك مسافات طويلة، مثلا 120 كيلو 80 كيلو، لها خيل خاصة بعد. طيب الحين اللي واحد مبتدئ جدا وده يتعلم الركوب على الخيل، وين يروح؟ في أكثر من اسطبل مدرسة، فيه يعني فيه مدرسة في عرقة، وفي كذلك في الدولية هذه يعني في الملز، ففي مدارس يعني إذا تبغى يعني أسمي أو لا يعني بس إنه هل هي متواجدة يعني؟ إيه في كثير مدارس. يعني كيف الاشتراك مكلف ماليا؟ والله على حسب، يعني فيه مثلا تبغى شيء كويس تلقى شيء غالي، تبغى شيء يعني يمشيك تلقى شيء رخيص، فأنت على حسب وش. طيب في مدرب خاص لو أنا أبغى مثلا والله حصص تدريبية خاصة لي أنا سمعت إنه فيه تقدر تاخذ لك أنت، ولو بغيت بعد مثلا لك مدرب خاص أنت فيك، تقدر تروح تاخذ مدرب خاص تمشي معه. طيب الحين أسعار الخيول، كيف أسعار الخيول؟ سهلة؟ عندنا في القفز والله مبالغ فيها الصراحة. يعني مثلا كل الخيل عموما، ما أقطع كلامك، كل الخيل عموما الحين غالية، حتى السباق بالملايين، القفز بالملايين. لا لو مثلا ابغى انا والله شيء رخيص بس انه كويس يعني. في موجود، بس انت تتكلم عن بروفيشنال، يعني شيء تبغاه شيء كويس مره، فما غاليه مره، مبالغ فيها بعد. طيب انت كم عندك خيل؟ والله عندي فرس واحده حاطها في اسطبل العيد، واتدرب مع عندهم في الاسطبل، واشارك معهم في البطولات تبع الاتحاد السعودي، والحمد لله يعني ماشيين. وش اسم الفرس؟ اسمها أليتا، طبعا مو انا مسميها، هي جايه من برا بالاسم هذا أليتا. لها سلالات ولها لها زي البريد، لها يعني فصيله، كل فصيله لها متميزه بشيء. مثلا السباق لهم فصيله متميزه في السباق او فصائل متميزه، بعد القفز لهم فصائل متميزه في القفز. طيب الان انا ما اعرف شيء على الخيل، كيف وش هي صفات الخيل الكويسه، او اللي يعرف انه هذه والله خيل عربيه اصيله، او بغض النظر هي عربيه، كيف اعرف ان هذا الخيل اصيل؟ يعني صفاته الجسمانيه. الخيل العربي الاصيل له مواصفات، بس احنا حقين القفز ما نتعامل مع خيل العربي الاصيل. العربي تلقاه في التحمل في الجمال، عندنا في القفز الخيل الكويسه في القفز تلقاها انجليزيه يعني من برا. فالتحمل يعني انا ما عندي ذاك الخبره فيه لانه مو مجالي انا في القفز، والتحمل والعربي يصير في التحمل والجمال. طيب الحين وش الصفات الخيل المميزه في القفز مثلا؟
في القفز يعني مثلا يصير حصان يخاف على نفسه، ما يلمس الحاجز عشان ما يطيح، حصان سريع. يعني على حسب، في أكثر من مواصفة. في ناس مثلا تحب الخيل اللي تصير قوية، في ناس تحب الخيل اللي تصير باردة، يعني كل واحد هو اللي يحب. بس الثابت أن الحصان مثلا يصير يخاف على نفسه من الحواجز، ما يطيح كثير، وسريع. طيب الآن بنستعرض صور، ودي تحدثنا عن الصور. مثل الصورة هذه اللي نشوفها، هذه الصورة في مهرجان الملك عبد الله، بطولة الخليج للناشئين. أخذنا المركز الأول أنا وفرسان المنتخب الحمد لله. ممتاز. الصورة الثانية نستعرضها، هذه كذلك هذا الأمير عبد الله بن فهد والأمير عبد الله بن متعب بعد في بطولة الخليج تتويج منتخب الناشئين. الصورة الثالثة هذه في بطولة الجامعات، أخذنا المركز الأول مع الشباب في المنتخب الجامعة، وكان معنا طبعا ناصر بقمي يعني ساعدنا شوي، والحمد لله فزنا منتخب الجامعة وأخذنا الأول. في صورة بعد ولا؟ هذه في إحدى البطولات تبع الاتحاد السعودي. والله بالضبط أنا ما أذكر وش سويت في هذا الشوط، بس يعني الحمد لله كان كويس، يعني أخذت مركز، ما أذكر بالضبط أي مركز. يعني كم بطولة الآن حصلت عليها؟ والله صراحة ما عديت، بس يعني كثير الحمد لله. ما عديتها بالضبط، بس يعني الحمد لله كثير، لأن عندنا كل أسبوع إحنا بطولة. في البطولة فيها مثلا كل يوم 3 أشواط 4 أشواط، هي تمتد ل4 أيام، فأنت تدخل 4 أيام تاخذ ثاني ثالث كل أسبوع بطولة. ما طيب ما شاء الله. طيب الآن أنت كفارس، وش تتمنى أنه يكون متواجد عندنا في السعودية؟ هل تبغى مرافق؟ هل تبغى دعم مالي؟ هل تبغى تسليط إعلامي؟ وش تتمنى؟ الفروسية طبعا مظلومة إعلاميا، بالنسبة للإعلام مظلومة، يعني كورة شيء ثاني خلها على جنب. الفروسية من يمكن أكثر إنجازات من كرة القدم، مثلا ميدالية برونزية في الفردي في الأولمبياد، وميدالية بعد فضية في الأولمبياد، وميدالية فضية في كأس العالم. فهذه ما أتوقع كفريق كورة يعني سوى كذا. حنا من ناحية الإعلام مظلومين كثير، يعني عندنا شباب ما شاء الله شغالين هم بنفسهم يحاولون يرفعون الفروسية، بس مو بزي مثلا تجي قنوات أو جرايد يعني الدعم المالي. طيب والدعم المالي والله فيه الاتحاد ما يقصر، بس برضو ما في داعمين، يعني شركات تجي تدعم برا، تلقى مثلا شركة تدعم لها كم فارس، هذا يصير زي الفرسانة حقينا. احنا ما عندنا هذا الشيء، كل واحد وفرسه ويدفع عليها يتكلف عليها ويمشي فيها، يعني الواحد هو يتعب على فرسه عشان يطلع. في مرافق عندنا، في مرافق، بس في يعني في مرافق الحمد لله كويسة، بس مو بذاك الزود، يعني مو زي لو نقارنها مثلا بدول الخليج ما في مقارنة، ولا موجودة المرافق. وش خططك المستقبلية الآن أنت كفارس؟ طبعا خطتي زي أي فارس، أشتغل على نفسي، أشتغل طبعا الفروسية مو بأشتغل على نفسي أنا حالي، فيه تحتك شيء يعني أنت وياه سوا، أنت وياه تصيرون واحد. أنت حالك كويس ممكن ما تنجح، لازم تحتك أنت تخليها كويسة. أنت الفرسي لازم أنت تشتغل عليها تدربها لين ما تمشي أنت وياها صح، تصير أنت وياها كيان واحد، هي حيوان يعني أنت بكرامة تربيها معك. إيه يعني أنت تتفاهم أنت وياها، تمشي أنت وياها. بالنسبة لي زي أي فارس قفز أتمنى يعني أصير مع المنتخب في المستقبل إن شاء الله، يعني نوصل. وش أقرب بطولة اللي بتخشها؟ فيه بطولة كأس مؤسس قريبة وكأس رئيس الاتحاد، إن شاء الله إن دخلنا فيها إن شاء الله نسوي. كل البطولات محلية، هل حست على شيء خارجي؟ ما في بطولات الدوري العربي ما كنت أروح صراحة، لأنها تصادف أوقات اختبارات طالب جامعي يعني صعبة، ولا إن شاء الله في البطولات الجاية في الدوري العربي إن شاء الله مشاركين إن شاء الله. كلمة أخيرة في نهاية اللقاء. والله أشكرك وأشكر قناة بداية وأشكر المشاهدين الصراحة، يعني استضافة الفارس تعرف الناس على الفرسان، يعني احنا شغالين نتعب بس ما في أحد يعني يخرجنا للناس، جالسين نتعب، وفي فرسان المنتخب ما شاء الله جالسين يحققون إنجازات، بس يعني ما حد حولهم.
هذا الله يعطيك العافيه ويوفق. وهذا مهمه الاعلام النزيه، ان يلقي الضوء على بعض الفرسان وبعض النشاطات الجيده لدينا في المملكه، ونقول ان والله شبابنا فيهم خير وفي جميع الاتجاهات وفي جميع المجالات. في نهايه اللقاء انا اشكر فارس الحاضر، الله يعطيك الف عافيه. وننتقل الان الى فقره فيديو من